يا مساء الفل، عاملين ايه؟ رب تكونوا كويسين. وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات، وشكرا جدا على تفاعلكم معايا. بصوا بقى، النهارده هنروح تجربه جديده من مطعم برضو احنا اتصدمنا فيه. كان كل الفود بلوجر كانوا بيعملوا عليه ريفيوهات، والصراحه ما عجبناش خالص. انا ما كنتش بصور لكم الطريق ولا حاجه، انا بس كنت عايزه اوريكم عربيه كده بيضه صغيره كانت بتشتغل بالكهرباء. كانت شكلها حلو قوي وكيوت، فعجبتني فحبيت ان انا اوريها لكم. اول حاجه كده حطوا لي اللايك بتاعكم، الاشتراك الجميل اللي بيفرحني، وتكتبوا لي كومنت حلو منكم يفرحني اللي انا انزل فيديوهات اكتر. وتعالوا يلا بينا نروح بقى نشوف هنجرب تجربه ايه النهارده، او مطعم ايه النهارده. انا عارفه ان التصوير مش احسن حاجه، بس انا عارفه ان انتوا واحده واحده هتقفوا جنبي وهتشجعوني اللي انا اظبط التصوير واظبط كل حاجه، صح ولا ايه؟ احنا هنا كنا طريقنا الى الشيخ زايد، تمام. انا مش عارفه الصراحه في الشيخ زايد ولا في وصل الدهشور، مش فاكره الصراحه لان الطرق الجديدة دي بتتلخبط معايا. المهم احنا رحنا عند مطعم جديد، وكل الفود بلوجر معظمهم عملوا ريفيو عن المطعم ده. بصوا يا جماعة، انا نفسي الصراحة اشتغل في محل ورد قوي. نفسي اقعد في محل ورد كده، بس مش اي محل، الورد اللي هو بيبقى ايه، حلو كده ويفتح النفس عن الحي. عارفين والله كل ما اشوف محل ورد بقعد اقول لاحمد الله انا عايزه ادخل اشتغل هنا. رحنا بقى فين؟ رحنا عند الفريب دوت بيعمل فطير بس بعجينه الكريب، عشان كده هو اسمه فريب. هو المحل صغير جدا وبسيط، ما فيهوش قعدات جوه، عامل قعدات كلها بره. الديكور بتاعه حلو يعني جدا وبسيط كده، يعني ايه، تحسيه كيوت كده في نفسه. كان يعني لحد ما في ناس، ولا هم كتار ولا هم صغيرين، فقلنا ايه، بدايه مبشره. هو المكان الصراحه كان يعني كويس. بس فالمهم بقى المنيو بتاعه وش وظهر، ورقة واحدة وش وظهر، فيه حاجات معينة، مفهوش برضو الكميات اللي انت فاكرة المنيو. بس الصراحة احنا جبنا منه واحدة بالكوردون بلو، وواحدة بالسجق، لان معظم الحاجات اللي كانت في المنيو ما كانتش موجودة. كان بيقولك خلصانة. قلنا خلاص مش مهم، هنجربك يعني هنجربك. فالمهم اخترنا حاجات تانية كانت متوفرة في المنيو، بس الظاهر ان الحاجات اللي احنا اخترناها دي من كتر ما هي بشعة بشعة بشعة، الناس ما بتاخدهاش، فبتفضل هي دي اللي فاضلة. انتوا فاهمين؟ بصوا بقى، اولا الكمية تحسيها اللي هي كانت قليلة، يعني لو واحد جعان ولو هي حلوة وعجبتك كنت هتاكليها وتخلصيها وهتبقي جعانة. دي اول حاجة. تاني حاجة ان بجد العجينة فاضية، ما فيهاش سجق، ما تلاقيش فيها اصلا سجق. انا هفتح لكم دلوقتي العجينة من جوه وهوريكم هي فيها ايه. تالت حاجة بقى وده المهم، ان هي كل الابيض ده انت كنت فاكراه اصلا جبن، او جبن موتزاريلا او جبنة شيدر او جبنة رومي او ايا كان. بس هي مش جبنة خالص، ملهاش اي طعم ولا اي صلة بالجبنة. تحسيها كده دقيق ومتدوب بشوية مية وحاطينه على العجينة. بجد كان طعمه بشع بشع بشع. ودوت بقى الكوردن بلو افظع، اللي فوق دوت اصلا ما تعرفيش طعمه، بجد وحش قوي قوي قوي. ما تفهموش ده صوص الرانش ولا صوص شيدر ولا جبنه ولا ايه دي. بجد كانت طعمها وحش قوي. احنا بنحب اللي احنا نجرب مطاعم كتير، بس بجد ده لا، وحش جدا جدا جدا. انا مش عارفه بجد الفود بلوجر يعني بيضحكوا علينا ولا بيعملوا ايه. والله العظيم بجد وحياة ربنا الاكل دوت فعلا اترمى. انا مرضتش ان انا اديه لاي حد غلبان، لان بجد طعمه وحش جدا. بصوا بقى، انا بفتح لكم دلوقتي الفطيره من جوه. بصوا ما فيهاش، كل الحته دي عليها حته سجقيه قد كده اهو، وكل ده اصلا عجين. عجين، وتحسي ان عجين متدوب بميه، ملهوش طعم خالص بالجبن. وفين الخضار، فين الفلفل، فين الطماطم، فين الزيتون؟ انتوا فاهمين قصدي؟ كمان يا ستي سيبك ان هي فاضيه ما فيهاش سجق، الحته نفسها اللي فيها الصوص الابيض ده، ما تعرفيش صوص بشاميل ولا ايه، طعمها وحش. الصوص البشاميل اللي جوه ده طعمه بشع بجد. الحمد لله، ودي كانت القطعه الوحيده اللي تحس ان هي فيها قطعتين سجق. بصوا انا بوريكم الجبنه دي، الجبنه ولا بتمط ولا ليها طعم. انا دقتها كده لوحدها بجد ما قدرتش ابلعها. وبصوا الفطيره التانية، انا شلت الصوص من عليها علشان اعرف ادوقها اعرف اكلها، بس ما عجبتنيش خالص. وبجد انا رميتها، يعني اديتها للحيوانات يعني اللي في الشارع الصراحه. ما رضيتش ان انا اديها لحد عشان ما يضايقش عليا. طبعا قفلت الاكل، ولا جنبيه اصلا سلطات ولا ايا كان، ما فيهوش اصلا حاجه. المنيو اصلا معظم الحاجات يقولك مش موجوده. المهم بقى احنا طبعا ما كناش وكنا جعانين، فطلعنا بقى على شارع المعز اللي في الشيخ زايد.
فاكلنا كبده. انا الصراحه لما باكل حاجه وبقعد فتره ما اكلش، او مثلا زي اللي حصل لي دقت حتتين، قطعه من هنا وقطعه من هنا، وقلت بقى ايه ان انا خلاص يعني هروح مكان تاني وهاكل. بس خلاص بطني غضبت، وغير بقى ان طعم بقي كان طعمه وحش قوي بجد. الاكل كان صعب قوي بجد، بشع. فبجد يا جماعه ما تجروش، يعني ما تجروش على اي فود بلوجر بيقولك ان المطعم ده حلو وعامل عروض والحاجات دي. هم لا، بيبقوا دافعين لهم اكيد فلوس، بيبقوا واكلين ببلاش. لا اكيد في حاجه. انا بجد انا بقول لكم بما يرضي الله، لاني مش عايزه حد يتصدم ويدفع مبلغ زي ما انا دفعت. رحت بقى شارع المعز اللي في الشيخ زايد، اكلت كبده بقى من مكان هناك هو مشهور، بس انا الصراحه نسيت المكان، كان زحمه وانا اتحركت الصراحه ان انا اصور عشان ما حدش يتكلم معايا كلمتين ايه مالهمش لازمه. القطه دي بقى جت وانا كده قاعده، كنت قاعده باكل، هو المكان طبعا في الشارع يعني، بدت لها كده قطعه فينو وكلتها. وبجد انا قلت لها كنت عايزاها تستناني عشان اروح اجيب لها الاكل اللي في العربيه، ولا لو كنت جبت الاكل اللي في العربيه واكلته لها. عزمت بقى جوزي على كوبايه ليمون كده بالنعناع علشان يروق دماغه بعد المبلغ اللي هو دفعه، وما عجبناش الاكل في الاخر.